ايه ده؟ في ايه؟ ثواني، اللي بعت الفيديو الو ولا احنا قلنا بقى ايه؟ يلا في ايه؟ مبدئيا في كونتراست غلط في الحاجه في الموضوع، يعني يا تقلع الحجاب يا نلبس، يعني مش هينفع، يعني ازاي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تكتب لايك، ما تنساش تعمل لايك وتنزل تكتب لنا رايك في التعليقات. ودي شويه فيديوهات كده عشوائيات بعتت لي على الانستجرام، لو انت مش متابعني نروح هناك بطلب محتوى، يعني مثلا اقول لك النهارده هنتريق على نجوم السوشيال ميديا، ناس بقى تبعت لي محتوى كتير نروح باعتين عشوائي كده ونروح واخدين عاملين على فيديو. فيلا بينا. طبعا البس السماعه عشان ايه؟ نسمع بقى ايه ونتنمر براحتنا. طبعا قبل ما ابدا الفيديو انا حابب اقول ان احنا ما بنتريقش على شخص او على حد معين، احنا بنتريق على التصرفات او المحتوى اللي هو بيقدمه. يعني ما بتريقش على عمر كعمر، لا عمر مثلا قاعد يهجس، فانا بتريق على اللي انت بتعمله، المحتوى مش اكتر. يلا بينا. ايه ده؟ في ايه؟ ثواني، اللي بعت الفيديو الو ولا احنا قلنا بقى ايه؟ يلا في ايه؟ احنا قلنا مش ماشي. اتفضل. يعني انا اكيد هو قال حاجه، يعني انا هشوف دلوقتي. طبعا هو بعت رساله يعني عايز ايه على الفيديو، بس مش مشكله. هو بس انا عايز اقول حاجه، يعني مبدئيا انا مش عارف احدد دي رقاصه ولا معزومه. يعني الموضوع بقى غريب جدا، الافراح دي بقت غريبه جدا مريبه. يعني انا مش معترض انت تروح فرح وتلبس اللي انت عاوزه وتعمل اللي انت عاوزه، لكن يعني كون انت تظهر حلو في فرح دي مالهاش علاقه ان انت تقلع، فاهم؟ يعني ما انت ممكن تظهر حلو عادي ولابس حاجه كويسه، فاهم؟ لكن ما اعرف، يعني انا مش قادر احدد دلوقتي، يعني مش عارف بصراحه ده مين، يعني ده معزوم ولا ده جاي بفلوس ولا ده، يعني انا مش فاهم. ولكن يعني زي الفل. كمل يا ابني. يا حاجه انت بتزورات عليا يا حاجه، يعني الحاجه لما بنتك يا حاجه عايز سوري ولي جراها وليه في اولاد ما تصير بنتك الله واقفه بنتي هاجي العريس، انت هاجي العريس بعد لازم بعد القصه دي يجي العريس. انا شخصيا لو واقف في فرح لازم مين اللي هناك دي؟ فيعني يا حاجه مش كده يا حاجه، يعني انا عارف ان انتوا عايزين تتجوزوا بس مش كده، يعني قصروا شويه مش قوي كده، يعني تبقى انت تقريبا نسيتوا تلبسوا البتاع اللي تحت. ليه كده؟ قصروا البنطلون شويه، مش هنختلف على حاجه. شوف الفيديو اللي بعده. نصيحة: محدش يشتري عربية لامبرجيني أبدا. اوعى تفكر تشتريها. العربية يا جماعة ما فيهاش مكان للمية. انا يعني مش هينفع يعني مش هينفع يعني ايه؟ ما هي ما فيهاش مكان للميه، دي مشكله فعلا. يعني ما فيهاش مكان للميه، ازاي ما فيهاش مكان للميه؟ يعني عربيه دافع انا ده 7 مليون دولار ما فيهاش مكان للميه؟ انت عايز ايه حضرتك؟ انت فين؟ انت عايز ايه يعني؟ ما تحطها بتنزعها في اي حته يا استاذ، ولا حطها في التابلون، ولا استاذ علي غزلان؟ يعني انت راجل مليونير وراجل وراك شركات ومصانع، ما تقرفناش احنا بقى على السوشيال ميديا، خليك في المصانع ومحتوى زي الفل. يعني اكيد ده اكيد طبعا هيعمل حاجه صح، هيعمل حاجه بقى في نهايه الفيديو. يعني أحطها فين؟ مش عارف. مفيش مكان بجد. مفيش أي حتة أحط فيها مكان للمية. هتضطر تحطها هنا بقى. فعربية سيئة للغاية. احنا اسفين يا استاذ علي. استاذ علي، انا بالنيابه عن شركه فيراري احنا اسفين، وما تشتريش عربياتنا تاني. ما تشتريش يعني احنا ما تشتريش عربياتنا تاني. هي عربياتنا بتنزل من غير مكان بيتحط في ميه. يعني انت بكلف ايه دلوقتي يا استاذ علي؟ انت هتشرب ليه اصلا وانت سايق؟ دي مخالفه على فكره، مرور اللي اتفرج على الفيديو الراجل ده بيشرب وهو سايق. انت حرين بقى، معاه عربيه فيراري وبيشرب وهو سايق، مش لاقي مكان يحط في الميه. بس انتوا يا استاذ يعني مشاكل الاغنياء دي صعبه عامه، مشاكل الاغنياء دي صعبه جدا. يعني انا كان نفسي ابقى غني عشان اعاني من مشاكلهم، بس انا لو بقيت غني اكيد مش هعاني من مشاكلهم. يعني اكيد مش تافه للدرجه دي ان انا اعاني من مشاكل، مثلا اصيف في الساحل ولا الجونه ولا الحاجه، فاهم؟ اصيف في اي داهيه، انا بصيف في جمص عادي، حطني مطرح ما تروح وانا اروح عادي. اوكي الفيديو اللي بعده. انا بحط اهو الباسبور بايدي. في ايه بتعمل ايه؟ ايدي في الشنطه. يا لهوي، هو الباسبور فين؟ اوكي، الباسبور في الشنطه. الباسبور فين؟ عامه ده انا يعني عامه انا اللي هي بتتكلم عليه ده انا عندي برضو نفس يعني مثلا لو تروح تطفي السخان ولا تعمل حاجه، بس احنا مالنا ايه المحتوى في كده؟ انا مش فاهم انا.
بس عامه هي دي بتشرح لك قصه، بحاول بقى ان انا اهبد وابين بقى، بتشرح لك قصه الناس اللي بتعاني من ايه اللي بيعانوا منه، اللي هو الحاجات اللي هي اسمها بينسى، فاهم؟ اللي هو عنده تراست ايه اسمها ايه، اللي هي الحاجات اللي دي، فاهم انت؟ عايزين ما فهمتش حاجه، اللي هو الشخص مثلا بيعمل حاجه وفوجئ ان هو عنده ايه، فاهم؟ اللي انا عملتها كويس ولا لا، ويرجع بقى يبص عليها تاني، والحاجات دي كلها ده مرض عامه يعني، ده مرض عند الناس كلها عامه، مش عندك انت لوحدك، فما تقرفناش معانا يعني، وفري الفيديوهات دي لنفسك يعني، عايز تعرفين انت بتسافري بقى وماشي، ربنا يسهلك. ثواني، في ايه؟ انتوا ايه حكايتكم في الافراح يا جدعان النهارده؟ مالكم مال الافراح؟ انا مش فاهم، وانتوا بتحترموا نفسكم شويه يعني انت. طيب يا استاذه اللي طالعه، انت في حد بيسقف لها باين، ولا بيقول لها روحي انت نسيت تلبس البتاع، ولا هي انتوا استعجلتوا؟ الفرح كان يعني الفرح كان معمول بسرعه، عزموكم في اخر وقت ضايع، فرحتوا كده يعني نسيتوا الهدوم الباقيه، ولا في ايه يا استاذه؟ ولا مين دي اصلا؟ ولا ايه اللي جاي؟ انا بقى ايه اللي جابني انا هنا في الفيديو؟ تقريبا جوزها متابع بيقول لها يلا، ولا ايوه ولا حاجه يعني، فاهم؟ مش كده يا جدعان، مش كده طبعا. عشان لو بتتفرج على الفيديو ما فيش محاضره تعمل، الفستان جميل اقيمه 10 من 10، الدريس ده جميل جدا، هو بس كان ينقصه حاجه من بنطلون ولا حاجه، ولكن هو زي الفل. طبعا انا مش قد عرض ازياء ده، ولا ايه اللي احنا بنودينا الفرح، ولا ايه ده؟ طب هي جايه مع مين عامه؟ جايه مع مين؟ انا عايز اعرف السؤال ده، انا واقف فيديو جايه مع مين بقى عامه؟ يعني دي مثلا لو يعني مش هينفع طبعا، مش هينفع هقول عندي عشان مش عندي ما بيلبسوش كده نهائي، ولكن يعني هي اللي رايحه معاه ده مثلا يعني ممكن لو دخل منطقه زي عندنا يغتصبوها ويغتصبوك ويغتصبوا الفيديو يعني، فاهم؟ مش هينفع يعني، ولكن ما علينا. الفيديو اللي بعده طبيعية في كل أنحاء العالم. معكم مريومة الغلابة وصاحبة 136 ألف متابع. ايه ده؟ في ايه؟ كملي. و45 مليون مشاهد. انتوا بتتكلموا جد يا جدعان ولا انت انت بتذلهم يعني، ولا بتجيب مشتركين في الفرح ولا ايه؟ 127 الف مش فاهم ايه يعني، مش فاهم انا يعني، ما الناس مالها؟ انا مش فاهم في ايه دلوقتي. النهاردة أنا بشكر عمو عبد النبي ابن خال بابا لأنه دعاني في فرح. يا جدعان يا جدعان مش هينفع كده. عمال واقف عارف واقف، انا اللي ادعيها. ايوه ايوه، عارف مدير المدرسه كده لما يجيب انتوا بتعملوا ايه يا اخوانا انتوا؟ بشكر مين اللي سيبوا مايك من ايديها؟ حد ياخد المايك، مفيش حد كبير في الفرح ياخد المايك. الله، ايه اللي بتعمل؟ بتفضل اكيد هتقدم حاجه، انا عايز اعرف برضه هتقدم يعني بعد المقدمه دي، اكيد طبعا هتقدم حاجه علميه، حاجه 10 حقائق مثلا عن الجواز، او يعني حاجه تعمل حاجه عامه، عارف؟ هل تصدق ولا لا؟ هتوزع اقلام بعد ما تخلص، اكيد هتعمل حاجه. ده مدير مدرسه عامه، ده واثق ان هو مدير مدرسه عامه. ابنه محمد. نسيت اسم ابنه اللي بيتجوز. مش مهم العريس، المهم انا عندي 27000. ابن محمد وانا بقول لك يا عريس وبقول للعروسه الف. يا بنت انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه مننا؟ عايزه ايه مننا؟ سيب الراجل يتجوز يعني. ألف مبارك وربنا يتمم عليكم بالخير ويرضى الله عنكم جميعا. وكمان أنا بشكر عمته رحاب لأنها استقبلتني مقابلة جميلة جدا. يا ولاد يا ولاد مش كده يا ولاد. عمته رحاب، عمته رحاب، خد البت يا عمته رحاب. عمته رحاب انت فين يا عمته رحاب؟ يعني وانت بتضحك عليا، العريس بتضحك عليا، ده فرحك اللي بيبوظ دي، ولا انتوا يعني انتوا ده عاملينها ده فيديو كوميدي، ده فيديو كوميدي واخد بالك؟ انتوا حاسس ان انتوا مستضيفين رونالدو، فاهم؟ وجاي بقى وشكرا على مهرجان اللي استضافني يا جدعان انتوا تقولوا يا جدعان. قلنا الجواز القريب ما ينفعش لان بيحصل فيه حاجات في النص مش لطيفه يعني. ماشي، خش الفيديو اللي بعده. ايه في ايه؟ ايه ده؟ احنا ليه دخلنا المهرجان دلوقتي؟ مش كنا في افراح؟ انتوا ايه اللي دخلتوا؟ انتوا خلصتوا في افراح دخلتوا في مهرجانات؟ اوكي، اللي بعت الفيديو ده مش سالك عامه، ولكن يعني المهرجانات ما عنديش معاها مشكله يعني، ما حدش يبعت لي فيديوهات مهرجانات تاني عشان ابقى بتفرج على الفيديوهات. بنروح في داهيه. عامه ماشي، ما فيش مشكله يعني. انا عارف ان هم دايما في المهرجانات بيبقوا عايزين يظهروا باحسن مظهر، انا مش عارف ايه ده علاقته منهم ايه، لا بس يعني انت لازم يظهروا باحسن مظهر، ولكن مش عارف يعني. خلينا نخش في الفيديو اللي بعده، خلينا نخش بعده يعني انا حسابي مع اللي بعت الفيديو دي. ماشي
انا برضو مش لازم اي حاجه اطلعها برضو عشان ما اروحش في داهيه، واخدين بالكم؟ طب ده فان لدعاء، انا مالي ده فان ده حد بيحب، انا مالي، انا مالي المشاهدين بالقصه دي، انا مش فاهم. اوكي الفيديو اللي بعده. الفيديو ده جايب مليون مشاهده في يوم، يعني ما تسالنيش ازاي، ولكن يعني انا مش فاهم يعني ليه بتعملوا فينا كده؟ ليه عايزين ايه؟ يا ده بقى احنا ايه اللي وصلنا كده؟ اوكي عامة الفيديو اللي فات ده بتاع انا يعني بتاع محمود الليثي، ولكن انا ناس كانت بعتها عشان الرقاصه اللي بسبب ملفت وكده، ولكن هو محمود الليثي ماله، فاهم يعني؟ انا طالع بغني، ماليش دعوه يا باشا بالحاجات دي بقى، واحد ضرب واحد تحت، واحد عور حد، الحاجات دي مالوش دعوه، عشان الناس كلها طبعا رفعت عليه قضايا وهجمته وبتاع، وقالوا له انت ازاي تعمل، انا مالي، هو الراجل طالع بيغني، فاهم؟ مالوش دعوه، جبت له بطوط يرقص جنبه، مالوش علاقه يعني، فاهم؟ ولكن نخش في الفيديو اللي بعده. حاجه انت بتعملي ايه يا حاجه؟ يعني انت حاطه يعني ايدك فين يا حاجه؟ انت بتعملوا ايه يا جدعان؟ حد حاجه عيب على سنك، عيب يا حاجه، استهدي يعني امال احنا نعمل ايه يا حاجه لما انت بتعملي ايه؟ والله احنا كمان حياب هنقال بنات اللي بشعرها في البيت، يعني تمام، ايه الفكره في يعني ايه؟ دي حاجه وحشه مش حاجه حلوه تقريبا. مبدئيا في كونتراست غلط في الحاجه في الموضوع، يعني يا تقلع الحجاب يا نلبس، يعني يعني مش هينفع يعني ازاي؟ وبعدين يعني هو يا كده يا كده، يعني فاهم الفكره في ايه؟ يعني مش هينفع. يعني انت ما تقلع عادي، ما انت ممكن تقلع حجاب وتلبس حاجه كويسه عادي، فاهم؟ اللي هو يعني عادي بنطلون واسع وحاجه كويسه، يا كده يا انحراف فاهم؟ يا اما ايه؟ تدين وبتاع، يعني النص اللي فوق ده شفت عادل امام في الفيلم لما كان بيقول له ايه؟ النص اللي فوق والنص اللي تحت. تمام اتفضل، هي كمل فيديو، اكيد هتقول حاجه طبعا مفيده يعني. اوكي فنانه طبعا، احنا يعني من مقدرين المحتوى اللي انت بتقدميه لنا، مش فاهمينه، احنا عارفين طبعا الغرض من الفيديو ايه، ولكن يعني تعزي يا استاذه، واعملي باللي انت لابساه فوق دماغك يعني، ولا انت متنكره ولا انتوا بتلبسوه ايه؟ انا مش فاهم يعني، ولكن عامه تعزوا عشان هنروح كلنا ايه، حاسس ان ايام قربت يا، فتعزوا كده، طقوس دينا. اوكي قبل أي رقص تعملي إيه؟ بقول الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ايه؟ بتعمل ايه؟ انت ايه؟ من أمامي ومن خلفي ومن يميني ومن يساري ومن تحتي ومن فوقي، الله أكبر الله أكبر الله، وأعمل كده. اللهم قوي ايمانك، اللهم قوي ايمانك فعلا، لان ده ما هو شغل برضه يعني يا جماعه، مش ده يعتبر شغل ايه؟ انتوا بتذكروا مين؟ ايه؟ بتعملوا ايه؟ اوكي وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتشترك معانا في القناه، ونشوفكم الفيديو اللي جاي.